الاهلي النهارده عمل حاجه هي موجوده في كل اوروبا. المدير الرياضي، المسمى القديم مدير كوره. طب دلوقتي يا جماعه الاهلي عمل حاجه حلوه، ويبقى اول نادي مصري يبقى عنده المنصب ده، مدير رياضي. وده على فكره ده موجود في زي ما قلت في اوروبا كلها. طيب انت دلوقتي حاجه حلوه جدا انك تعين واحد مسؤول عندك مدير رياضي، بس مين بقى اللي تجيبه؟ يعني في الاجواء اللي الاهلي فيها دي، وتوابع زلزال ماتش السوبر والخساره اللي حصل فيها، هات بقى حد ينجحك، هات حد تتشعبط فيه. يعني دلوقتي الواحد لما يكون بيغرق دلوقتي بيتعلق بحاجه تنجيه، بحاجه هو عارفها، حاجه هو شايفها، حاجه هو عاشها قبل كده. اقصد بكلامي كابتن سيد عبد الحفيظ. هات واحد دلوقتي عليه قبول جماهيري، ناجح، حافظ الفريق، حافظ كل حاجه في النادي. لكن دلوقتي ماشي تعيين مدير الرياضي، راح تجيب مين؟ كابتن محمد رمضان، على عيننا وعلى راسنا. بس كابتن محمد رمضان ده انا اخر مره شفته كنت لسه عيل صغير سنه 94 ولا 96 ساعه ماتش الاهلي والاسماعيلي. غير كده ومعاه مش عارفه كان كل السنين اللي فاتت دي كان فين؟ مصر، في مصر ولا خارج مصر؟ فلما اجيب حد اعينه مدير رياضي، منصب لسه جديد على الكره المصريه، اجيب حد مع احترامي يعني ملوش سي في، ملوش هيستوري عندي. طب مدير رياضي ده يعني ايه اصلا مدير رياضي كده بسرعه يا جماعه؟ مدير رياضي ده هيبقى معاه صلاحيات مدير الكره، هيرقص لجنه السكاوتنج، هيرقص لجنه التعاقدات، هيبقى حلقه الوصل او همزه الوصل ما بين مجلس الاداره وبين فرقه الكوره. يعني هو هيبقى المعلم بتاع النادي. المعلم بتاع النادي ده لسه جاي، مش عارف انت شخصيته ماشيه ازاي، ولا اللعيبه هيتقبلوا ولا لا، ولا الجمهور لسه ما يعرفوش. هتقعد تجرب تاني. يعني قلنا يا جماعه من كام يوم سامو قمصان لوحده هيبقى موضوع كبير عليه. الاداريات غير الكاتشانه، مدير الكوره غير المدرب العام. كويس حركه كويسه جدا من الاهلي انه يعين مسؤول رياضي كحاجه لسه بتحصل في مصر، منصب مدير رياضي. بس اجيب واحد يعني ايه المانع لما اجيب سيد عبد الحفيظ تاني؟ ايه المانع؟ هو يعني مش عارف يشتغلها يعني كابتن سيد عبد الحفيظ عليه قبول جماهيري وراجل ناجح ومن اعظم من انجبت الكره المصريه كلاعب وكمسؤول. كابتن سيد عبد الحفيظ لو جه دلوقتي مش هيعرف يكون همزه وصل ما بين مجلس الاداره وفرقه الكره، مش هيعرف يكون مسؤول مدير رياضي وعنده صلاحيات مدير الكره. يا جماعه في يا جماعه ليه في حاجه ما بين كابتن الخطيب وكابتن سيد عبد الحفيظ لا يعلمها الا الله. دي يا جماعه كلمتين كده. نتمنى التوفيق لكابتن محمد رمضان طبعا، نتمنى التوفيق، بس ليه اجرب وليه اخد الريسك؟ ما انا عندي الدنيا جاهزه، هطلع اكل على طول. مش لسه بقى هطلع اشوف اظبط الملح بتاعي واشوف هاكل ازاي، طب ليه ما الدنيا جاهزه؟ ما علينا. ان شاء الله التوفيق لمحمد رمضان والاهلي طبعا. طب تاني حاجه بقى، العركه دلوقتي شغاله على ايه؟ ما بين الجماهيرين، جماهير الاهلي وجماهير الزمالك. انا عايز يا جماعه جماهير الاهلي تعذر جماهير الزمالك والعكس، جماهير الزمالك تعذر جماهير الاهلي. طب انا عايز اقول ايه من الرغي ده كله؟ جماهير الاهلي تعذر جماهير الزمالك في ايه؟ طيب هقول لك في ايه. جماهير الزمالك يا جماعه متعطشه، مش عايز اقول محرومه، متعطشه من اي فرحه. الناس دي ما بتفرحش. جماهير الزمالك فعلا ما بتفرحش، لا عندها نادي ولا عندها فلوس ولا عندها لعيبه ولا بتبرم تعاقدات، وعندها مشاكل، واي حد يتعاقدوا معاه تاني يوم يطلع يعمل لهم قضيه ويكسبها. فالناس دي ما بتفرحش. فلما يكسب النادي الاهلي العظيم وياخد منه السوبر الافريقي، بطوله قاريه، لازم يفرح كده، لازم يفرح. ده جوميز نفسه في ماتش الدوري ب3 نقط قال لك الزمالك بيفرح بماتش مش ببطوله، والفرحه الهستيريه دي مبالغ فيها. يعني تخيل بقى خد من النادي الاهلي العظيم العريق بطل القرن، خد منك بطوله قاريه، فلازم طبعا يفرح كده. فانت كجماهير الاهلي ما تزعلش. نيجي الناحيه الثانيه، جماهير الزمالك لازم تعذر جماهير الاهلي في ايه؟ جماهير الاهلي يا جماعه متعوده اي بطوله تخشها الاهلي على منصه التتويج، هو البطل، هو الهيرو. فلازم جمهور الزمالك يعذر جماهير الاهلي. يا راجل ده حتى في كاس العالم للانديه الاهلي برضه على منصه التتويج بياخد حتى البرونزيه، بياخد ميداليه. فيا جماعه الجماهيرين دول لازم يعذروا بعض، لازم نعذر بعض. وفي حاجه برضه ايه اخيره كده قبل ما اختم، جماهير الاهلي فيها حاجه حلوه قوي. لما الزمالك بيكسب والاهلي بيبقى لعيبته مكسره، كل جماهير الاهلي بتسقف للعيبه الزمالك
ان هم فعلا كسبوا على استحقاق، وده اللي حصل في ماتش السوبر الافريقي. قلب الايه، الاهلي اي ماتش بيكسب الزمالك يتهم الفار والحكم والشارع والرصيف والدنيا والعيشه واللي عايشينها، اهم حاجه يبرر لعيبته ومجلس ادارته. وده اللي مخلي طول الوقت في مظلوميه وفي مؤامره كونيه على نادي الزمالك. لكن جماهير الزمالك لو اعترفت كل مره ان الاهلي بيكسب على استحقاق ويعملوا زي ما الاهلي عمل دلوقتي، ان هم بيقولوا ان الاهلي كان مقصر ولعب باستهتار والزمالك كان احق، الدنيا هتتفك وهتشوفوا ساعتها يا جماعه الكوره بنظره تانية خالص. تحياتي ليكم، السلام عليكم.